الديكتاتور الوحيد اللي شعبه بيحبه، ثعلب المفاوضات وذئب الصفقات، واللي ما بيتغداش غير على سندوتش جلاكتيكوس من ايد مهاجم جزار، فلورنتينو بيريز، الرئيس التاريخي لريال مدريد واهم شخصية رياضية في القرن ال21 تقريبا. فلو نفسك تعرف اكتر عن الشخصية دي وقصص الفساد اللي اتهموا بيها وليه اصلا دخل عالم السياسة، بس خد بالك انا مش هحكي لك قصته بس، ده انا كمان هقول لك على مين المرشحين اللي ممكن يخلفوه، مرشحين بالجمع مش واحد، ده في لاعب وممكن كمان نجم عالمي يخلف بيريز ويجيب للملكي البطولة رقم 16. بس قبل كل ده تعال نبدأ من الأول. أنا مدريد، أنا سيد القارة، أنا عجوز أوروبا وشبابها، أنا اليوم والبارحة والغد. الريال ينومهم ويضربهم، الريال الريال الريال. دفع كاش، الدفع كاش. بيريز اتولد في مدريد سنة 1947. أبوه إدوارد بيريز كان تاجر عطور ومستحضرات تجميل، وخلف أول طفل وسماه فلورنتينو. والزغاريد في كل مدريد شغالة، أسرة 5 أطفال عايشين عيشة بسيطة، وأكبر حلم للأب يطلع أولاده ناس ناجحين، يا دكتور يا مهندس يا محامي. وفعلا بيريز طلع مهندس، بس مين كان يتخيل إن من محل عطور ووسط ازايز البرفانات هيطلع اشهر رئيس نادي في تاريخ كرة القدم كلها، راجل غني بشكل مرعب لدرجة ان ثروته وصلت في اخر الايام حوالي 2 مليار. والسؤال هنا، هل بيريز افضل رئيس نادي في التاريخ؟ ده سؤال بصراحة ملهوش لازمة، لان الاجابة باينة. تخيل رئيس نادي تحت ايده ريال مدريد كسب اكتر من 60 بطولة في الكورة وكمان السلة، ولسه العداد بيعد. الراجل ده قدر يغير ريال مدريد من نادي مديون وحالته الاقتصادية سيئة لأقوى وأغنى نادي في العالم في القرن ده. بس علشان تفهم بيريز صح لازم تعرف الزمن اللي اتولد فيه. سنة 1947 أسبانيا كانت عايشة في وضع صعب، تقلبات سياسية وحكم ديكتاتوري بتاع فرانكو. وبعدين في نص السبعينات بعد موت فرانكو الدنيا اتفتحت والشباب دخلوا السياسة من أوسع باب، وبيريز كان واحد منهم. حقق حلم والده، اتخرج من هندسة وبقى مهندس واشتغل موظف حكومي، وبالشطارة والعلاقات بقى ليه شبكة قوية لحد ما بقى أمين عام حزب إصلاحي في أول الثمانينات. بس للأسف خسروا انتخابات 86 والحزب اتفك، وده كان أول فشل حقيقي لبيريز. بس بيريز ما بيقعدش يتحسر، قال لك أجرب مجال تاني. البيزنس اشتغل وتعب على نفسه وبقى من مؤسسين شركة إنشاءات كبيرة، وشوية شوية اسمه بقى تقيل في المجتمع، بس جوه قلبه كان لسه عنده حب السلطة والنفوذ. فقرر يبعد شوية عن السياسة ويدخل عالم الرياضة، خصوصا انه اتولد في بيت مدريدي وابوه كان مشجع لريال مدريد لحد النخاع. ففي 1995 بيريز ترشح لرئاسة ريال مدريد ضد رامون ميندوزا، بس وقتها ريال مدريد كان عكس وضعه دلوقتي تماما، ولا دوري ابطال من الستينات ومشاكل مالية ضخمة، وفي الدوري المحلي برشلونة كرويف مسيطر. فبيريز خسر الانتخابات، بس بعد شهور ميندوزا استقال بسبب ازمات النادي وجه لورينزو سانز، والراجل ده خد دوري الابطال سنة 98 بعد غياب 30 سنة. وهنا نروح للحظة اللي قلبت الدنيا، انتخابات سنة 2000. بيريز قال هنكسب ازاي قدام رئيس جاي بدوري الابطال والجمهور بيحبه، لازم صفقة تعمل دوشة، حاجة تفجر الدنيا. فطلع بأقوى تصريح انتخابي في التاريخ، اول ما ابقى رئيس هجيب لويس فيجو نجم برشلونة الأول وقتها. وبيريز زودها وقال ولو معرفتش أجيبه أنا هدفع من جيبي 8 اشتراكات الموسم كلها لجمهور ريال مدريد. هنا بقى كأن الراجل بيقول أنا مش جاي ألعب، أنا جاي أولعها. وبخطة شيطانية كان عامل اتفاق شبه جاهز مع فيجو، لو بيريز كسب فيجو لازم يفسخ مع برشلونة ويجي ريال مدريد، ولو بيريز خسر فيجو هيقعد في برشلونة عادي وبيريز يدفع له 2 مليون يورو. بيريز سرب خبر الصفقة قبل الانتخابات بكام يوم، الدنيا ولعت وفاز بالانتخابات وبقى رئيس ريال مدريد. وفيجو اتجبر يجي، واول صفحة تاريخية لبرشلونة، وده ما كانش لاعب وخلاص، ده كان معشوق الكامب نو. تخيل كده في 2014 ريال مدريد يخطف ميسي، نفس الاحساس تقريبا. ومن هنا
بدأ الجنون الحقيقي. ومن اللحظة دي بيريز دخل في مود أنا هجيب لك نجم كل صيف. سنة واحدة بعد فيجو مسك التليفون واتصل بإيطاليا، أنا عايز زيدان. 77 مليون يورو، الرقم وقتها كان رقم خرافي، بس جاله زيزو. ومن أول موسم دوري أبطال 2002 والهدف الطاير في النهائي. بعدها الظاهرة رونالدو، جلاكتيكوس رسمي، نجوم عالمية، كل موسم اسم تقيل. بس هنا بقى بيريز حب يزودها شويه، قال لك طيب ما نجيب نجم اعلانات بقى. جاب ديفيد بيكهام وساب رونالدينيو يروح برشلونه، وده ما كانش قرار رياضي ابدا، ده قرار تسويقي. والنتيجه موسمين من غير بطولات، مشاكل في غرفه الملابس، خناقات واتهامات فساد في بلدية مدريد، وبيع عرض النادي بصفقة ضخمة أثارت جدل كبير. وفي 2006 بيريز قال كفاية وقدم استقالته. الكل قال خلاص انتهى، بس الراجل ده عنيد جدا. رجع 2009 والدنيا وقتها كانت مولعة. برشلونة بيب جوارديولا عامل أقوى فريق في التاريخ، تشافي وإنيستا وميسي. ومدريد محتاج صدمة جديدة. بيريز رجع بجلاكتيكوس جديد، كريستيانو رونالدو وكاكا وبنزيما وتشابي ألونسو ومورينيو. بعدهم صراع تاريخي، كلاسيكو نار، صبر وبناء وتطوير. وبعدها جت اللحظة المنتظرة 2014، أنشيلوتي على الدكة وراموس في الدقيقة 92 و48 ثانية والعاشرة. ومن بعدها هيمنة أوروبية 2016 2017 2018، 3 دوري أبطال ورا بعض، إنجاز تاريخي. وبيريز ما وقفش هنا، غير السياسة وقال لك النجوم بقت غالية قوي، هنجيب مواهب صغيرة ونبنيهم بنفسنا. فينيسيوس جونيور، رودريجو، فالفيردي، كامافينجا، بلينجهام. وبنى برنابيو جديد، ملعب بيدخل مئات الملايين سنويا، خلى النادي أقوى ماليا من أي وقت. بعد ما السياسة الجديدة مسكت، المواهب كبرت قدام عينينا. رودريجو بقى لاعب المواعيد الكبيرة، فالفيردي ماتور نص الملعب. وجت صفقة الموسم جود بلينجهام، شاب صغير بس شخصية قيادية، دخل مدريد وكأنه بيلعب بقاله 10 سنين. بعدها بيريز ضرب الضربة التقيلة، كيليان امبابي أخيرا لابس أبيض، صفقة كان بيتمناها جمهور الملكي من سنين، وبيريز استناها لحد ما جت ببلاش تقريبا من غير ما يكسر سقف النادي. والفكرة مش بس في النجوم، الفكرة إن ريال مدريد بقى شغال كنظام، فلوس داخلة من البرنابيو الجديد ورعاية ضخمة، إدارة مالية جديدة. موسم 24-25 الريال دخل كل البطولات وهو مرشح أول، الدوري منافسة نار مع برشلونة وأتلتيكو. أوروبا الريال دايما في الصورة، الشباب بقى عنده خبرة، مبابي وفيني وبلينجهام ثلاثي مرعب، ومودريتش بيودع بهدوء، وجيل جديد بيسلم الراية. وصلنا ل 2025-2026، بيريز بقى مش بس رئيس، ده مؤسسة لوحده. الريال داخل الموسم وهو مستقر فنيا واقتصاديا، وفي الملعب بيكسب أكتر من 100 مليون في الموسم، الديون تحت السيطرة، الفريق عنده عمق مرعب. بيريز خلاص بقى بيلعب لعبة تانية، مش كل سنة صفقة شو، دلوقتي صفقات ذكية، مدافع شاب هنا، لاعب وسط هناك، وتوازن هنا وهنا. والهدف 16 والهيمنة تستمر بعد أكتر من 25 سنة على أول انتخابات كسبها. بيريز لسه ماسك المشهد، مش أعلى صوت لكن أعلى نفوذ، من مهندس صغير في محل عطور لأقوى رئيس نادي في القرن الحديث. أخطر قرش بس مش عشان بيهاجم، علشان بيعرف يستنى ويضرب في الوقت الصح. دلوقتي السؤال الحقيقي، لو بيريز مشي بعد 26 هل حد يعرف يكمل اللي بناه، ولا دي كانت حقبة فلورنتينو ومش هتتكرر؟ يعني الراجل بدأ مهندس ودخل سياسة ووقع وقام وخاطر وكسب، وخلى ريال مدريد مؤسسة مرعبة اقتصاديا ورياضيا، بس تأثيره تاريخي. السؤال بقى، مين بعد بيريز؟ خوسيه أنخيل شانسيز، ولا رافائيل نادال، ولا مفاجأة تانية، ولا زيدان نفسه يرجع رئيس؟ قول لي رأيك، مين يستاهل يكمل بعد أخطر قرش في العالم؟